السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى هاد الفيديو يلقاكم في احسن وافضل الاحوال يا ربي. مرحبا بكم معايا فيديو جديد. اليوم غادا نشارك معكم حريشات بالفيغميسيل شوكولات، كيجيو رائعين مقرمشين من برا ورطبين من الداخل وبمقادير اللي اقتصاديه. بقاو معايا باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. عندي بيضه وحده، ساشي فاني، جوج خمارات، كاس لاروب ديال السكر سنيده، كاس لاروب ديال الزيت. عندي هنا فيرميسيل شوكولات، عندي قريصه ديال الملح، عندي الحليب، وعندي 500 غرام ديال السميده الرقيقه اولا ديال الحرشه ولا ديال البسبوسه. اول حاجه البنات غادا نضيف السنيده على السميده، ساشي فاني، وقبيصه ديال الملح، وغادا نخلط النواشف مع بعضياتهم. من بعد غادا نضيف الزيت، وغادا نبسبس سميده بالزيت مزيان. دابا غادا نضيف بيضه وجوج خمارات وزن 8 غرام، بالمجموع عندي 16 غرام. وبالنسبه للفيرميسيل شوكولات فغنخليه هو الاخير. صافي كنخلط، وغادا نبدا نجمع بالحليب تدريجيا. انا هزت ليا 2 كيسان قل ربع، وكيبقى الحليب على حسب نوعيه السميده، كاينه اللي كتشرب وكاينه اللي لا. هذا هو القوام اللي كنحصل عليه. كيف ما كتشوفوا الخليط كيكون خفيف. غادا نغطيها بالسلوفان ونخليها واحد 10 ديال الدقائق بما شربت ليا السميد. من بعد ما دازت 10 دقائق كيف ما كتشوفوا السميد شربات. غادا نضيف دابا الفيرميسيل، واحد 2 معالق ولا 3 كبار. وغادا نخلط دغيا دغيا، ما نعجنش، غير نخلط حتى ينسجم ليا داك الفيرميسيل مع الخليط. وباش هكا ما تطلقش ليا ديك الكحوله ديال الفيرميسيل في الخليط، نخلط بالزربه. صافي على هذا الشكل.
وناخد السميد باش غادا نفند الحريشات، نفس السميد اللي استعملت ديال الحرشه ولا البسبوسه باش غادا نفند فيه الحريشات. وناخد لاطه ندهنها بالزيت ولا نفرش لها ورق الطبخ، ونبدا نشكل كويرات ونفندهم في السميده. صافي ونستمر على هاد الطريقه حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي. وفي هاد الاثناء راه شاعله الفران، نخليه حتى يسخن مزيان. ودابا غادا ندخلها الفران اللي يكون سخون، نشعل عليها من الفوق، العافيه تكون عليها من الفوق، تكون متوسطه حتى تشقق مزيان من الفوق، عاد كنشعل عليها من التحت باش تكمل الطياب ديالها. من بعد ما خرجتها من الفران راه ما كتاخذش الوقت بزاف دغيا كطيب. توجدوها للكوتي ولا لضياف الغفله، صراحه كتجي زوينه وكتجي مشقه ومذهبه. هذه هي الكميه اللي خرجات ليا 18 حبه، صراحه كتجي لذيذه بزاف، مقرمشه من برا ورطبه من الداخل. ما تشبعوش منها البنات، كنتمنى انكم تجربوها غادا تعجبكم. غادا نحل معكم واحد الوحيده باش تشوفوها كيفاش كتجي من الداخل، كتجي رطبه وكتذوب في الفم. كان هذا هو لا فيديو ديال اليوم، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، واللي عجبها الفيديو ما تنسانيش من الدعم، ولاول مره كتشوف القناه ديالي ما تنساش تشارك وتفعل الجرس فضلا وليس امرا باش يوصلكم ديما الجديد ديالي ان شاء الله. وكنشكركم بزاف على المشاهده، ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله.